السلام عليكم، اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم البنات فيديو جديد جبتكم لمنطقه الاحباس. حنا الناس ديال كازا ديال الدار البيضاء تنقولوا لها الحوس. هاد المنطقه البنات سياحيه، كاين اللي تعرفها وكاين اللي ما تعرفهاش. واللي ما تعرفهاش هذه فرصه انني ندير لكم واحد الدويره فيها، وكذلك نوريكم بعض لي غيستو ولي كافي اللي كاينين فيها، حيت بزاف الناس ما تعرفوش لي غيستو لي كافي اللي دايرين بهاد المنطقه هذه هي الفرصه البنات. وقبل ما نوريكم كل قهوه فين كاينه، كل غيستو فين كاينه، نخليكم مع هاد الصور الزوينين اللي كاينين في المنطقه ديال الحبوس، ونرجع معكم. فروزالات، من بعد ما صورت لكم بعض المحلات اللي كاينين في هاد منطقة الأحباس وداكشي اللي كيتباع فيهم. دابا غنبداو بأول قهوة، هي مقهى ملكي، كافي امبريال البنات. هاد كافي امبريال غزالة البنات، زوينة، كاين فيها جو عائلي. يمكن لك تفطري فيها، تغدي فيها، يمكن لك ديري فيها الكوتي. جات قبالة المحكمة البنات، ها هي المحكمة اللي كاينة في الحبوس، المحكمة الإدارية هي هادي. اون فاس معاها كاينة هاد القهوة، هاد الكافي الملكي، كافي امبريال. غزالة البنات وما كاينش فين تلفوا. من بعد الغزالات ديالي كتمشيو نيشان، كتخليو المحكمة على يدكم اليمين وكتمشيو نيشان. هانتوما كي كتشوفوا غتمشيو نيشان كتلقاو هاد الغيستور. هاد الغيستور البنات سميتها مطعم زينة، معروفة حتى هي البنات. كيجيو لها الناس اللي خارج من الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، راه حتى هي معروفة. كدير فيها مولاتها داكشي تقليدي، فيها الكسكسو، فيها الرفيسة، فيها الطواجن، طواجن مغربيين 100%. واللي عجبني فيها البنات الديزاين كيفاش دايراه مولاتها سميتها زينة. السيرفيس فيها غزالة البنات، وشوفوا الديزاين كيفاش داير. الديزاين تا هو زوين ومختلف على بقية لي غيستو. كتكون فيها البنات لانيماسيون في الغداء وفي العشاء، كتكون عامرة بالسياح البنات. تعرفوا السياح كيبغيو الأكل المغربي، كيجيو لهاد الغيستو هادي اللي كتشوفوا. غزالة البنات كنطلب منكم السماح الا كنت كنطول عليكم وكنهضر بزاف، فعلاش كنبغي نوريكم داكشي التفاصيل ديال التفاصيل، وكنبغي نعت لكم مزيان. هادشي علاش، لانه كان جاني واحد التعليق في الفيديو اللي قبل من هذا، واحد السيده قالت لي اوف قوت بلا بلا.
قولوا لي البنات واش بصح نيت فيا بلا بلا ولا لا، لانه انا كنبغي نقول التفاصيل ديال التفاصيل، وكنبغي نعت لكم مزيان، لان الفيديو اللي قبل من هذا كي قلت لكم جاوني بزاف التعاليق من غير هذه اللي كتبت ليا الناس. شوفوا الطويجنات قبل ما نكمل، شوفوا تبارك الله، شوفوا باقيين كيما بقبقوا، وعرفتي الاكل ديالها يا سلام، لذيذ لذيذ بزاف. قلت لكم البنات جاوني التعاليق كيقولوا لي فين جا هاد البلاصه، مع انني فسرت مزيان، وكيقولوا لي فين جا هاد المنتجات، لان الله يحسن الاوان، كل واحد والعقليه ديالو، كل واحد والفهم ديالو، كل واحد وكيفاش تيفكر. حنا ماشي كلنا بحال بحال، كل واحد الله يحسن الاوان. هذا ما كان البنات، والله يتجاوز علينا، هذا ما كان. من بعد البنات كاين هاد كافي ريستورون مقام، راه كنت ديجا حتى هو صورته لكم، حتى هو جا في نفس المنطقه. كاينه ديك الكافي امبريال هي الغوبير، على يديكم اليسار كدوروا كتلقاو هاد المطعم هذا. المطعم تا هو غزال البنات، مولاه الله يعطيه الصحه، فكر في هو في كل التفاصيل، من الفراش تقليدي، الديزاين تقليدي، كل شيء تقليدي مغربي. السياح كيعجبهم هذا الشيء، لانه مادام انهم كيزوروا المغرب الا وكيبغيو يعرفوا التقاليد وكل شيء، العادات ديال المغاربه. وهذا مول الرياض الله يعطيه الصحه فكر في كل شيء، وتا هو فيه اكل مغربي 100%. تا هو كيدير الطواجن، تيدير فيه الحلاوي التقليديه، فيه كل شيء البنات. فهذا مكان البنات. ومن بعد البنات غادي ملي تخرجوا من هنايا كتكونوا خارجين في حالاتكم، كتطلعوا على الدور على يدكم اليسار، وعاود من بعد اليمين كتمشيو نيشان على القواسات، منها كتفوجوا كتشوفوا القواسات. كاين واحد البلاصه تنقولوا لها حنا الصماط البلديه، راها معروفه البنات، كيكون فيها الشوا، كيكون فيها الشوا البنات على حقه طريقه. كاينين محلات تما دابا راه بدلوها حيت ريبوها وداك الشيء، بدلوا ليها الديزاين ديالها. كيكونوا فيها المحلات ديال الجزاره، كتقدى داكشي اللي بغيتي ديال الشوا اللي بغيتي، اللحم كفته داكشي اللي بغيتي، ومن بعد كتحطوا سميتو الشواي كيشويه لك. ها نتوما كتشوفوا البنات الشيء على سميه ديالي لا البنات الصماط البلديه، كازا والحرار اللي كيعرفوا هاد السميه. المهم غنقول لكم الى اللقاء فيديو قادم بحول الله، ونخليكم راه كتكون لانيماسيون، كيكون انت كتاكلوا لانيماسيون، داكشي غزاله البنات. ما تنسوش الطاقم النجيم اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينين. نقول لكم الى اللقاء.